ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل مع بعض دلوقتي السمك المشوي. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجه انا نضفت السمك زي ما انتم شايفين كده، هو ابيض اهو من جوه. هطعمه دلوقتي بتوم وملح. اول حاجه زي ما انتم شايفين طعمته بشويه توم وملح على خفيف كده. الخطوه دي مهمه جدا، بتدي طعم جميل جدا للسمك. طعمت كل السمك، هسيبه بقى ايه، وهسيبه بقى يتبل كده شويه كده، يجي نص ساعه قبل ما اعمل الخلطه بتاعتي. يلا بينا نعملها. معايا هنا بقى كام فص توم. انا عندي التوم بتاعي مفرزاه في الفريزر، فهاخد شويه توم كده في الكبه بتاعتي. وعندي هنا فلفل انا مقطعاه، ده فلفل احمر على فلفل رومي. ولو في عندك فلفل حراق تحطي برضو لو انت بتحبي سبايسي. هحط بقى الفلفل بتاعي كله في الكبه. ومعايا هنا 3 ليمونات انا عصراهم، هنزل بيهم في الكبه كده. بعد كده رشه كزبره ورشه كمون وشويه شطه وشويه ملح وشويه خل صغيرين. هضربهم في الكبه وارجع لكم. ودي كده شكل الخلطه بعد ما ضربتها. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه جدا. بقى ايه، طماطم وجزر وفلفل وبصل انا مقطعاه وبشر الجزر عشان نحشي بيه السمك. هاخد بقى معايا هنحط بقى نص الكميه كده ونص التاني هنشيله. هقول لكم هنعمل بيه ايه. هقلب بقى الخلطه دي كلها كده مع بعض. وبكده خلصنا الخلطه بتاعت اللي هنحشي بيها السمك. بقيت الخلطه بتاعتي جهزت. هبدأ بقى احشي السمك بتاعي. اهم حاجه واحنا بنحشيه منحشوش قوي عشان واحنا بنقلب من الخليط ما يقعش منه. حشيت السمك بتاعي كله زي ما انتم شايفين بالخلطه. انا ما مليتش السمكيه قوي عشان خاطر زي ما قلت لكم ما يقعش منك وانتي بتقلبي في الرده. معايا هنا بقى بقيه الخليط اللي بقى مني هحطه في صينيه كده زي ما انتم شايفين. هحط عليه ميه دافيه واتبقى مني برضو خليط وانا بحشي هحطه برضو في المية دي. وبقى عندي خليط كده اول لما اشوي السمك هحطه فيه. هيدي طعم حلو جدا للسمك وهيخلي السمكية بجد طعمها زي بتاعت بره بالظبط، مشوي زي بتاعت بره. يلا بقى نحطه في الردة. نيجي بقى نشوي. انا عندي هستخدم هنا الصاجة بتاعت الميكرويف بتاعي. هدهن الصينية زيت. انت برضو لو ما عندكيش اي صاجة، عندك صاجة البوتاجاز بتاعك، هبدأ ارش بقى ردة زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر السمك بتاعي ما يلزقش في الصاجة. هنا السمك بقى هبدأ اعمله كده زي في الردة زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنزله في الصينية في الصاجة اهو زي ما انتم شايفين. هو بدأ يحمر من تحت. قلبته على الناحية التانية. هخلص بقى وارجع لكم. اول لما السمكية خلاص استوت معايا هطلعها واحطها بقى في صينية على النار كده وهي سخنة على طول في الخليط ده اللي احنا عملناه مع بعض. هسقيها كده لمدة يعني دقيقتين او حاجة. هنعمل مع بعض بقى دلوقتي رز السمك. هحط شوية زيت على النار. اول ما الزيت ينزل هنزل بمعلقتين سكر. ما تستغربيش، هو ده اللي بيخلي الرز لونه زي بتاع المطاعم بالظبط. هسيبهم بقى يتكرملوا مع بعض. انا عايزاه يبقى لونه غامق خالص. بعد كده هنزل بالبصلايه بتاعتي مقطعاها قطع صغيره. هقلب كده البصلايه لمده يعني دقيقه ولا حاجه. بعد كده هنزل بقى بالرز بتاعي غسلاه كويس.
بعد كده هضيف الملح بتاعي، وهضيف بقى الميه المغليه بتاعتي، واسيبه بقى يستوي على النار. بعد كده ارجع لكم. وده كده شكل السمك بعد ما خلصته. عايزه اقول لكم تحفه بجد، هيعجبكم، جربوه. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان يوصلكم كل جديد. ده كده بقى شكل السمك بعد ما خلص، والرز اللي عملناه مع بعض. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو.